معانا يا شباب ان شاء الله الاختبار الثاني. عايزك تركز زي ما ركزت في اللي فات، تركز في الاختبار الثاني والثالث. الثلاثه اهم من بعض، الثلاثه بيكملوا بعض. الاختبار الثاني يا شباب برضو بنفس طريقه الامتحان، 4 اسئله وكل سؤال الف وب. السؤال الاول الف اكمل. من امثله الاملاح محتاج تكون حافظ اكتر من ملح. ابسط املاح انت عارفها كلوريد الصوديوم اللي عند حضرتك في البيت، ملح الطعام ورمزه NaCl. وعندك ملح تاني من اللي عندك في المنهج وليكن كلوريد النيكل، ومحتاجك تكتب بالرمز بتاعه قال لي NaCl2. واوعى تنسى ان الراجل ده كان لونه اخضر، هيجي يسالك على اللون. رقم 2 مهم جدا يا شباب وان شاء الله لازم يجي في الامتحان. بيقول لي كل اللافلزات صلبه وغازيه، قال لي ما عدا البروم هو الوحيد اللي سائل. البروم هو اللافلز الوحيد اللي سائل، رمزه Br. قال لي اذكر السبب العلمي او علل يتم تدوير بعض الفلزات كالنحاس والالومنيوم. قال لي بسبب ان هم موجودين في القشره الارضيه بكميه قليله، وعشان اطلعهم من القشره الارضيه تكلفتهم هتكون اكتر من ان انا استخلصهم من خامتهم. عشان اطلعهم من القشره الارضيه محتاج فلوس كتير، اما لما اعمل لهم اعاده تدوير هيكون الموضوع اقل. يبقى بسبب نقص الفلزات في القشرة الأرضية وتكلفة استخلاصهم من خاماتهم. يفضل استخدام جهاز pH ميتر عند المقارنة بين الأحماض وبعضها والقلويات وبعضها. قال لي لأن جهاز الPH ميتر أكثر دقة في المقارنة بين الأحماض وبعضها والقلويات وبعضها. هو أكثر دقة، جهاز الPH ميتر هيديك أرقام هتوضح كل حمض وكل قلوي الرقم بتاعه أو الحامضية والقاعدية بتاعته. سؤال رقم 3، الطاقة الميكانيكية لأي جسم مقدار ثابت. أنا قلت لك قبل كده إن الطاقة الميكانيكية ME هي مجموع طاقتي الوضع زائد طاقة الحركة KE. قال لي فلما يحصل نقصان في طاقة الوضع يحصل قدامه زيادة في الطاقة الحركة. قال لي لأن النقصان في طاقة الوضع يقابله زيادة في طاقة الحركة، فدايما الطاقة الميكانيكية هتفضل ثابتة. إجابتك تقول له لأن طاقة الوضع عند نقصانها يقابلها زيادة في طاقة الحركة. تتكون السلسلة الغذائية من عدة مستويات. قال لي لأن السلسلة تتكون من كائنات منتجة وكائنات مستهلكة وكائنات محللة. ماشي. قال لي خلصنا السؤال الأول، خش معايا على السؤال الثاني. السؤال الثاني ألف، قال لي اكتب المصطلح العلمي كمية الطاقة اللازمة لتحريك جسم إزاحة معينة. قال لي دي طاقة الحركة. طاقة الحركة كمية الطاقة اللازمة لتحريك جسم إزاحة معينة. أما تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة قال لي ده عملية التكثف. ماذا يحدث عند وضع نبات الكوبيا في تربة حامضية؟ السؤال ده لازم يجي برضه في الامتحان. قال لي دي الوحيدة اللي ملخبطة في المنهج. انت طول السنة عارف ان الحمض بيحمر والقلوي بيزرق، نيجي عند نبات الكوبيا بيعكس. قال لي نبات الكوبيا في التربة الحامضية يطلع او يخرج ازهار زرقاء اللون. عكس هنا على طول. عدم القيام بعملية إعادة تدوير للفلزات. لو أنا ما عملتش إعادة تدوير قال لي زيادة التكلفة في استخلاصها من خاماتها ونقص وجودها في القشرة الأرضية. نفس السؤال اللي كان عندنا فوق. قال لي زيادة كتلة الجسم بالنسبة لطاقة الوضع. تقول لي طاقة الوضع والكتلة بينهم علاقة طردية، يبقى كلما زادت الكتلة زادت طاقة الوضع، يبقى تزداد طاقة الوضع. غياب الشمس عن الكائنات الحية قال لي تدمير النظام البيئي بالكامل.
هتدمر النظام البيئي كله، لان الشمس دي بيعتمد عليها الكائنات المنتجه، لان الشمس تعتمد عليها الكائنات المنتجه في الحصول على غذائها من خلال عمليه البناء الضوئي. السؤال الثالث يا شباب قال لي صوب العبارات التاليه: حمض الهيدروكلوريك من الاحماض الضعيفه. قال لي الكلام ده غلط، من الاحماض القويه. غاز الكلور لا يغير لون دوار الشمس. قال لي هو ما بيغيرش اللون، ده يزيل لون ورق دوار الشمس، يزيل اللون على طول. قال لي السؤال اللي بعده: قارن بين طاقة الوضع وطاقة الحركة. ممكن تكتب التعريف ان طاقة الوضع هي الطاقة المختزنة داخل الجسم نتيجة الشغل المبذول عليه، اما طاقة الحركة الطاقة اللازمة لتحريك الجسم. ممكن تكتب القانون بتاع طاقة الوضع ان بي اي طاقة الوضع هتساوي دبليو في اتش الوزن في الارتفاع، اما طاقة الحركة كي اي هتساوي نص في ام في في تربيع. تبادل المنفعة والمعيشة. تقول له تبادل المنفعة هي علاقة غذائية بين فردين يستفيد كلاهما ولا يقع ضرر على إحداهما. أما المعيشة علاقة غذائية بين فردين يعرف إحداهما بالمضيف والآخر بالمتعايش. رقم 3، السؤال رقم 3 قال لي الكائنات المستهلكة والكائنات المحللة. قال لي الكائنات المستهلكة اكتب التعريف: الكائنات التي تحصل على غذائها من كائنات حية أخرى أو من الكائنات المنتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أما المحللة قال الكائنات التي تحصل على غذائها من جثث الكائنات الميتة. قارن رقم 4 التجوية الميكانيكية والتجوية الكيميائية. قال التجوية الميكانيكية تكسر أو تفتيت الصخور دون تغير في تركيبها الكيميائي، أما التجوية الكيميائية تكسر أو تكسير الصخور مع وجود أو حدوث تغير في تركيبها الكيميائي. دي بتكسر وما تغيرش، أما دي تكسر وتغير التركيب الكيميائي. أما السؤال الأخير الرابع: احذف الكلمة المختلفة: صوديوم، نحاس، خرسين، جرافيت. قال لي انا هطلع الجرافيت عشان الباقي دول كلهم فلزات، اما الجرافيت لا فلز. البازلت والخفاف والجرانيت قال لي انا هطلع الجرانيت، اما البازلت والخفاف قال لي صخور نارية سطحية. عندي اخر سؤال خالص: ما المقصود بعمليه الافتراس؟ قال لي علاقه غذائيه بين فردين يعرف احداهما بالمفترس والاخر بالفريسه. الصفات الوراثيه قال لي الصفات التي تنتقل من الاباء الى الابناء بدون تعلم. اما عمليه التعريه قال لي عمليه نقل الفتات الناتج من عمليه التجويه من مكان الى مكان اخر، بتنقل الحاجات اللي اتكسرت من حته لحته تانيه. واخر تعريف عندي في الامتحان قال لي عمليه التبخر، وقال لي يا استاذ عمليه تحول الماء من الحاله السائله الى الحاله الغازيه. كان الامتحان الثاني خلص يا شباب، ومكملين الامتحان الثالث، محتاج تركز في الثلاث امتحانات سوا.